ويلكم باك ليلا سيس فورس. اهلا وسهلا بيكم تاني. هنكمل رحلتنا ان شاء الله مع يلا سيس فورس تريل ميكس. بقالنا حبه حلوين مركزين مع الفلوز والفلو بيلدر، والنهارده ان شاء الله اخر يونت واخر موديول عامه في التريل بتاع بيلد فلو وذ فلو بيلدر. المره الجايه ان شاء الله هنروح على ديستريبيوت اند امبلمنت فلو. ده براند نيو تريل هنبداه مع بعض ان شاء الله، ونبدا ناخد الادفانسد ليفل بتاع الفلوس. بس خلينا النهارده ان شاء الله نركز فيه ان احنا نقفل التريل اللي احنا بدأناه مع بعض من فترة، وهنكمل الموديول اللي احنا بدأناه المرة اللي فاتت بتاع مالتي ريكورد elements and transform inflows. كله تمام سو فار؟ الفلوس ماشية كويس؟ حد عنده اي أسئلة؟ حاجة حلوة؟ تمام ماشي يا شباب. طيب بنتكلم على، لو تفتكروا المرة اللي فاتت كنا احنا بدأنا الموديول بنتكلم على ان انا هابديت مالتيبل ريكوردز، ان انا هجيت مالتيبل ريكوردز واحط الكلام ده في كولكشن. وايه كولكشن؟ وان هو عباره عن حاجه بنكرر فيها سواء تكست كولكشن او ريكورد كولكشن، وان هو لازم يبقى كله من نفس النوع. بعديها بعد ما اتعرفنا على الجيت ريكوردز وان انا بقول له جيت مي اول ريكوردز فبيديني كولكشن، دخلنا بعديها اتعرفنا على ترانسفورم اليمنت واتكلمنا ان في نوعين او يعني طريقتين بان انا اتعامل فيهم مع الترانسفورم اليمنت. اولا الترانسفورم اليمنت بيدخل لها كولكشن بتخرج كولكشن تاني، وان انت بتبدا تمانيبيوليت وترانسفورم وتغير الداتا اللي كانت داخله لك. فلو تفتكروا المره اللي فاتت كنا بندخل وبنحدد انها سواء ترانسفورم الفاليو او بنحط هارد كودد فاليو و فريكورد داخل وبيخرج كولكشن اوف ريكوردز، يا اما كنا بيدخل لنا ريكورد كولكشن وبيطلع منه تكست اوف اي ديز، واستعملناها في ان احنا نعمل ايه ابديت ريكوردز لما يبقى الاي دي ان ذس فاليو. فده اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. النهارده ان شاء الله هنكمل رحلتنا بعد ما بقى عندنا كولكشن، عاوزين نبدا بقى نلعب مع الكولكشن دي بطريقه مختلفه. فبنتكلم على two new elements الا وهم الكولكشن فلتر والكولكشن sort. So when we are working with a collection variable, you may need to change the content of the collection before putting it in use. You can use elements to remove unwanted values. يعني ايه الكلام ده؟ ان انا دلوقتي بقى عندي كولكشن، المره اللي فاتت عرفنا ازاي نغير الفاليوز جوه الكولكشن ده. بس انا لو عندي داتا زياده جوه الكولكشن دي وعاوز اشيل منها حته، فانا مثلا دخلت الداتا بيز مره وجبت شويه داتا وبعدين عاوز اقسمهم في كاتيجوريز بقى، البرودكت تايب ده والبرودكت تايب ده والبرودكت تايب ده. ازاي اخد الكولكشن اللي جالي من الداتا بيز وابدا اقسمه اكروس ديفرنت كولكشن؟ فده بيجي سيره بقى الكولكشن فلتر. change the order of collections values or limit the collection. فان انا عاوز افلتر فاليوز او ان انا عاوز ارتب الفاليوز او عاوز اقول هات لي توب 10 كلام من ده. فكل ده هنبدا نتعرف عليه من خلال فلتر كولكشن او سورت كولكشن. طيب الفلتر كولكشن عامل زي ترانسفورم في حاجه، ان انت بتدخل له كولكشن وبيخرج لك كولكشن تاني وبيخلي الكولكشن الاولاني هو. فانا بيدخل لي اوريجينال ريكورد كولكشن، لما بدخل على كولكشن فلتر مش بيفلتر اللي جواه بس، لا ده بيخلي لي اللي جواه زي ما هو، وكمان بيطلع لي واحد جديد اللي بيساتسفاي الايه الفلتر كرايتيريا. فلو انا مدخل له هنا ليتس سي opportunities بكل الكاتيجوريز وبعديها قلت له لا هات لي بس الناس اللي البرودكت بتاعها حاجه معينه، فيطلع لي كل الكاتيجوريز واللي البرودكت كاتيجوري بتاعتها حاجه معينه. So the collection filter element doesn't exactly what it says. مش بس بيابلاي فلتر على الكولكشن وبيريموف جواه اللي انا مش عاوزه، لا ده بيطلع لي the collection you enter remain untouched، بيطلعه هو and then بيفلتر element create a duplicate collection that doesn't contain value، فبيطلع لي واحد تاني هو الفلتر. So if you have a text collection that contain email address for a new service announcement، بس انت عاوز ما تبعتش الايميل ده للكومبيتيتور، فهيبقى عندك two lists، واحد في كل الايميلات والتاني في اللي بيساتسفاي يور كرايتيريا الا وهو النون كومبيتيتور. حد عنده اي اسئله على الفلتر كولكشن؟ اتس سمبل، بدخل لها كولكشن بطلع منها نفس الكولكشن وبطلع منها فلتر كولكشن. طيب لو ما حدش عنده اسئله هندخل على السورت. السورت دايما بيستعمل فيه ان انا لو عاوز التوب 10 opportunity amount او عاوز توب 5 بلا بلا،
فبرتب بفيلد وبعدين اقول له ايه، هات لي اول 5، وبالتالي بيجيب لي التوب. بس السورت مختلف عن الفلتر. الفلتر اتفقنا انا بدخله كوليكشن بيطلع لي نفس الكوليكشن، و الموديفايد ده لا، اللي بدخله له هو اللي بيخرجه لي، هي نفس الكوليكشن، ما بيطلعليش كوليكشن تاني. وبالتالي هو ده الاختلاف ما بين الفلتر والسورت. So you can change the order of collection based on criteria. You can reorder a collection that contains opportunity record by amount. And the collection sort has one more important function. It can limit the number of values. زي ما قلنا I was top 10, removing all the values after that limit after you select the collection descending order by amount. So you might choose to keep only the top 10 opportunities. It's important ان ده مش شبه الكولكشن فلتر. ليه؟ ان الكولكشن sort does not create a new collection. Instead بتموديفاي اللي انا بشتغل عليه. طيب فيجي يقول لك هنا طب ما انا كنت ممكن اعمل الكلام ده بالجيت ريكورد. يعني انا لو رحت هنا على اي جيت ريكورد انا ممكن اقول له نفس القصه، اقول له اوردر وطلع لي الحاجات. قال لك يس، وده البيست براكتس. if you have all the information اللي هتساعدك ان انت ترتب وتفلتر من الجيت ريكورد، فانت مش محتاج تجيبها. بس ليه ساعات اعمل كده؟ لان انا ممكن يبقى عندي الجيت ريكورد وبعديها هعمل شويه حاجات كتير وبعديها هستعمل الكلام ده في كوليكشن سورت، وبالتالي ممكن ما يبقاش عندك اوبشن ان انت تجيبها من الجيت ريكورد، فتجيبها عن طريق الكوليكشن سورت. حد عنده اي اسئله؟ كله تمام؟ تمام التمام. filter and sort in a flow. عاوزين نعمل بقى سيناريو ان انا عندي برودكت ماركتنج، والبرودكت ماركتنج ده ان انا بدخل له كامبين، وبعدين عاوز بيزد على الكامبين ده هاخد الكامبين وهروح اجيب الاوبورتيونيتيز اللي ليها علاقه بالكامبين ده. ايه الهدف؟ ان انا عاوز اخلي للكامبين ده شويه كامبين ممبرز. فهاخد من الكامبين، هاخد منه البرودكت، هروح اجيب كل الاوبورتيونيتيز المفتوحه لسه معايا مع الشركه بتاعتي، اشوف اي اوبورتيونيتي ليها علاقه بالبرودكت ده، واروح اجيب الناس الكونتاكتس اللي للاوبورتيونيتيز دي بحيث اادهم از كامبين ممبرز، بحيث ان انا بعمل كامبين اهو فبشوف ايه الاوبورتيونيتيز المفتحه، اجيب الناس اللي انترستد في البرودكت ده وبرتبهم وبخليهم بكريتهم از كامبين ممبرز. فهنا تعالوا ندخل على السكيما بيلدر بس عشان الناس تتخيل معانا الداتا موديل. فانا عندي opportunity وعندي campaign وعندي custom فيلدز هنا جوه الكامبين اسمه البرودكت كاتيجوري او حاجه زي كده، والاوبورتيونيتي نفس القصه عندي فيها شويه برودكت. القصه وما فيها ان انا عاوز ابني الكامبين ممبرز دي عن طريق الكونتاكتس اللي ريليتد بالاوبورتيونيتي. فده دول الحاجات اللي احنا هنتعامل معاها في الحدوته. الاند جول من القصه دي ان احنا هنبني الفلو ده مع بعض. بدخل اجيب الكامبين ببصيله ريكورد اي دي، بعديها بروح اجيب كل الاوبورتيونيتيز المفتحه، بعديها ببدا اقول له بص لي على البرودكت كامبين اللي التايب بتاعه جنريتورز، بروح على ببدا بقى اعمل فلتر للاوبورتيونيتيز عن طريق الكاتيجوري بتاعتها انها جنريتورز، ببدا ارتب الحاجات دي بتوب 10 opportunities، ببدا اجيب الناس بترانسفورم elements وبعديها ببدا اكرييت الكلام ده. فده اللي احنا نبنيه مع بعض، بس حبيت اديكم ايه فيجوال للحدوته. طيب بنعمل ايه كالعاده؟ يلا هلانش الاورج بتاعتي ويلا نبيلد الكلام ده مع بعض. طيب هنبدا بايه؟ create a auto launch flow. فعاوزين نيو فلو وعاوز اعمل ايه؟ auto launch flow اللي هو من غير تريجر. اول حاجه بنعمل ايه؟ احنا قلنا عاوزين نبعت كامبين اي دي. فاول حاجه ان انا عشان ابعت كامبين اي دي بقوم عامل فاريبل من هنا نيو ريسورس فاريبل اسمه ريكورد اي دي والداتا تايب بتاعه تكست وده available for input. فده input parameter هيجي لي من بره. طب ده نوعه ايه؟ اتفقنا ان انا هباس كامبين، فهعمل هنا جيت ريكورد، وفي الجيت ريكورد انا هقول له ان انا عاوز اجيب الكامبين ديتيلز. هجيبهم منين؟ هجيبهم من الكامبين، ولما يبقى الاي دي اللي هو الكامبين اي دي بيساوي الايه؟ الريكورد اي دي اللي انا هبصيه من بره. كده جبت الايه؟ الكامبين ديتيلز. بعد كده هعمل ايه؟ بعد ما جبنا الكامبين قلنا عاوزين نروح نجيب كل الاوبورتيونيتيز اللي مش كلوزد لوست، فهاجو
اجيت opportunities، فاجي get records، ومن الجيت ريكوردز هقول له get opportunities، ومن الاوبجكت هقول له opportunity. طيب انا عاوز اعمل ايه؟ الستيج بتاعتها doesn't equal lost، فكده جبناها. طيب لو تفتكروا only first record هيرجع لي الريكورد only one record بس. طيب لو غيرتها ل all records هتلاقي هنا طلع لي انه عمل لي collection of type opportunities. فاول ما عملت اهو هتلاقي طلع لي كده record collection من ال opportunities from get opportunity، فكده جايب لي list of opportunities هبدا اتفاعل معاها as a collection. فكده I get the opportunities. كله متابع so far؟ الدنيا كويسه؟ تمام. طيب بعد ما عملنا الكلام ده عاوزني اسيف الفلو، اقول له ايه؟ create top campaign members، وهعمل على كده سيف. طيب ايه اللي بعده؟ ان انا عاوز ابدا اخد ديسيجن بقى بيزد على الكامبين برودكت كاتيجوري تايب او الكامبين تايب. هبدا اشوف ايه الاوبورتيونيتيز وابدا افلترها واطلع، عشان عاوز الهدف كله ان انا اطلع مين الكونتاكتس اللي ليها علاقه بالاوبورتيونيتيز دي عشان اكريتها از كامبين ممبرز. طيب فهبدا اد decision element. الديسيجن element ده اسمه what product campaign type. here we go. الليبل بتاعه خلاص عملناه. عندي بقى شويه ديسيجنز. واحد generators. طيب لو هو generators ده اول تايب. طيب هعرف منين انه generators؟ ان هو عن طريق ان الكامبين product campaign type. فالكامبين من هنا campaign from get and then الprod campaign product types equals generator، فده اول برانش. يبقى لو الكامبين اللي جاي لي من هنا ان انا رحت وجبت ان البرودكت بتاعه هو جنريتور، ده اول برانش. طب ايه تاني برانش؟ تاني برانش ان هو بوتس، فهاجي هنا اقول له بوتس نفس القصه. هو هيجي هنا اقول له campaign from get campaign البرودكت campaign type equals bots. ادي البوتس تاني واحد. تالت واحد ايه؟ حاجه ثالثه other، فهاجي على الديفولت اوتكم واقول له ان انت other. فكده عرفنا كل الديسيجن. تعالوا كده بقى نتفرج احنا وصلنا فين. فانا عندي what product campaign type قسمتهم 3 branches generators bots and others. طيب ايه اللي بعد كده؟ ان انا عاوز ادخل بقى اشوف ناحيه الاوبورتيونيتيز. save the flow، كل الكلام حلو. عاوز ادخل on the generator path at collection filter. احنا هنا جبنا كل الاوبورتيونيتيز كلها، ما قلتش لا جنريتورز وده اللي اتفقنا عليه. ان انا مش عاوز اعمل جيت اوبورتيونيتي وير ان البرودكت ايكوال جنريتورز وان البرودكت ايكوال بوتس. احنا اتفقنا الرحله للداتابيز دايما لازم تكون تو ذا مينيمم. يا بخت من زر وايه وخف، نروح الداتابيز مره نجيب كل اللي احنا عاوزينه ونبدا نقسمهم از لونج ان انا هستعملهم ما اروحش بزياده. وفي نفس الوقت برضو اتفقنا لما باجي اسيف الداتا للداتابيس مش محتاج ان انا احطها مثلا زي فور لوب، واتفقنا ان ده مش بيست براكتس لان ده ممكن يهيت الليميتس. انا اجمع كل حاجتي في كولكشن واروح الداتابيس. فدايما افتكر لما تتعامل مع الداتابيس يا بخت بنزار وايه وخف. طيب فهنيجي هنا على الجنريتور اقول له ايه بقى؟ فلتر كولكشن. يبقى كولكشن فلتر. ايه كولكشن فلتر هنا؟ فلتر جنريتورز. انا عاوز بس اللي الاوبورتيونيتيز ليها علاقه بجنريتور. طيب ايه الكولكشن اللي انا بتعامل معاه؟ انا بتعامل مع الكولكشن اللي جالي من هنا من جيت اوبورتيونيتيز. فاوبورتيونيتيز فروم جيت اوبورتيونيتيز اللي خلى اوبورتيونيتيز فروم جيت اوبورتيونيتيز از ا كولكشن كلها بيزد على اول ريكورد. فلو رحت هنا وما لقيتش الاوبورتيونيتي كامينج فروم ذير ده معناه ان انت نسيت وخليتها بس اونلي فيرست ريكورد مش اول ريكوردز. فهنا اهو بقول له ده الكولكشن اللي هتعامل معاه. طيب ايه الفيلد اللي انا هفلتر عليه؟ فهاجي هنا اقول له لما المين برودكت كاتيجوري ايكوالز جي سي. سو مين برودكت كاتيجوري ايكوال جي سي. طيب اتفقنا. هتلاقي بقى ان انا دلوقتي كان عندي بس وان كولكشن اللي اسمه اوبن فروم جيت اوبورتيونيتي، بس بعد الفلتر بقى عندي تو كولكشن. ستيل عندي الاوريجينال اوبورتيونيتي اللي فيها كل انواع البرودكتس، وعندي واحد بس متفلتر على الجنريتورز. وده اللي قاله هنا في الموديول بتاعنا لما كنا بنتكلم. بدخل له واحد، بدخل على الكولكشن فلتر بيطلع لي اثنين. الاوريجينال بيفضل زي ما هو والفلترد
1. فكل الدنيا كده ماشيه مع بعضها. طيب بعد كده عملت ايه؟ طب انا رجع لي كده كل الاوبورتيونيتيز اللي المين برودكت كاتيجوري بتاعتها جي سي، بس انا عاوز ايه؟ عاوز اعمل التوب 10 opportunities. فهعمل ايه؟ بعديها هعمل collection sort. فبعد الكلام ده on the generator path after the collection add collection sort. فهاجي هنا اقول له متشكرين جدا، وهاجي هنا اجيبه كده يمين شويه واقول له collection sort. هسورت مين؟ ده توب 10 generator opportunity. هسورت اللي جاي من الفلتر. فهاجي هنا على الاوبورتيونيتي from filter generation. انا مش عاوز اسورت الاولانيه، انا عاوز اسورت الحاجات اللي انا لسه مفلترها. هسورت باي ايه؟ هسورت باي الاماونت. وهسورت ايه؟ descent. تمام. طيب انا عاوز اجيب التوب 10. فهاجي هنا في keep all items. لا انا عاوز اقول له set ايه؟ maximum ويبقى only 10. بس فانا كده دخل لي كامبين، رحت جبت الاوبورتيونيتيز. بعد الاوبورتيونيتي بدات اشوف الكامبين ده نوعه ايه، وبيزد عليه يا اما هروح على الاوبورتيونيتي افلترها بالجنريتورز، يا اما هفلترها بالبوكس. وبعديها بسورت ال10 وبقول له بسورت بالاماونت واقول له هات لي توب 10. طيب انا الهدف لو تفتكروا من الحدوته كلها، انا مش عاوز حاجه من الاوبورتيونيتي غير الكونتاكت عشان ابدا اكرييت كامبين ممبرز. وبالتالي ده يجي بقى دور الترانسفورم اليمنت اللي احنا اتعلمناه المره اللي فاتت. هاجي اقول له transform generator contacts to campaign members. طب ايه السورس داتا بتاعتي؟ انا هجيبهم منين؟ هجيبهم من الترانسفورم. فهاجي هنا على الريسورس، انا عاوز اجيبها منين؟ من التوب 10 generators المفروض. بس التوب 10 generators لو تفتكروا هي في حد ذاتها ما بتطلعليش كوليكشن. ايه اللي طلع لي الكوليكشن الجديد؟ الفلتر. بس التوب 10 كل اللي عملته انها رتبت نفس الكوليكشن اللي داخل لها من الفلتر. وبالتالي انا هنا ايه الداتا سورس بتاعي؟ المفروض ادور على اللي هو الاوتبوت فروم الفلتر جنريتور. فبالتالي الاوبورتيونيتيز فروم فلتر جنريتورز اوبورتيونيتي. لان احنا زي ما اتفقنا ان التوب 10 ما طلعتش، هي خدت نفس اللي طلع لي من الفلتر ورتبته. فانا بستعمل الفلتر جنريتورز. طيب فتعالوا نتاكد ان احنا ماشيين هنا على الستبس. فعملت ترانسفورم، قلت له الداتا سورس بتاعي ان انا الاوبورتيونيتيز فروم فلتر جنريتور زي ما اتفقنا. وريمبر اهو نفس الكلام. ريمبر the collection source doesn't create a new collection, it's just reference to the same collection اللي طلع من الفلتر، وعملت له سورتنج ورتبت وخدت ال10 التوب. طيب ايه التارجت بقى؟ التارجت كله متابع يا شباب؟ حياه كويسه؟ حلو. التارجت بتاعي ايه؟ ان انا عاوز اكرييت كامبين ممبر. وبالتالي التارجت دي بانفنت بقى، بخترع حاجه جديده اهو. فان انا هاجي اقول له ريكورد ويتس كولكشن، لان انا عاوز اعمل اب تو 10 كونتاكتس. فلازم يبقى لو مالتيبل فاليوز لو هو كولكشن. ايه نوعه بقى؟ كامبين ممبرز هنا. فيبقى كامبين ممبر كرييت. طيب ونبدا نماب بقى. انا كل اللي انا عاوزه ايه؟ عاوز الكونتاكت. فهاجي على الكونتاكت اقول له الكونتاكت اللي جاي لي من الاوبورتيونيتيز مابها للكونتاكت اي دي. طب وايه كمان؟ انا عاوز احطه الكلام ده كامبين ممبر عباره عن ايه؟ كامبين اي دي وكونتاكت اي دي. طب الكامبين اي دي ده جاي لي منين؟ لو تفتكروا احنا بدانا رحلتنا ان انا اي باس ذا ريكورد اي دي للحدوته دي الا وهو كامبين، وعملت الجيت كامبين. فانا ممكن اجيبه على طول من الريكورد اي دي. اتفقنا عشان اجيب الفورمولا دي بدوس في النص ما بين الدوت وما بين الفيلد، بيجي لي فورمولا. هاجي اقول له هنا انا عاوز مين؟ الريكورد اي دي. تشيك سنتكس دان. فكده هتلاقي ان انا عملت I invented new collection of type campaign member collection. عملت passing للكامبين اي دي coming from الريكورد اي دي variable اللي داخل لي، وعملت الكونتاكت اي دي من التوب 10 opportunity اللي المين برودكت بتاعهم كان الجنريتورز. فهتلاقينا هنا اهو عملنا ريكورد allow multiple campaign member create ماب الكونتاكت اي دي للكونتاكت اي دي كامبين اي دي جاي لي وتشيك سنتكس. وخلصنا على كده. on the generate path اتفقنا
من 3 4 5 حلقات ان احنا كل الكلام ده is data manipulation. هل الكلام ده هل فعلا في كامبين ممبرز اتخلقت حتى هذه اللحظه؟ الاجابه لا، لان انا ما فيش حاجه بتهت الداتابيز الا لما بستعمل create record. انا هنا عاوز اكريت كامبين ممبرز، فلازم يبقى create record. فcreate generator campaign members. طيب انا عاوز اعمل ايه؟ it's a collection so it's a multiple وفروم record variable. record variable ده جاي منين؟ جاي لي من الترانسفورم. فهتلاقي هنا لما هدوس هقول له campaign member coming from transform اللي احنا لسه عاملينها and that's it. ف عملنا كده احنا مع بعض كل اللي مطلوب زي ما هو قال. بعتنا campaign member، دخلنا جبنا الاوبورتيونيتيز، شفنا البرودكت تايب، فلترناها بالجنريتورز، رتبناهم، خلقنا جديد campaign member وعملنا create records and that's about it بالنسبه للموديول ده لليونت دي. حد عنده اي اسئله؟ نجو فور الهاندز اون. alright. الهاندز اون ان هو بيقول لك على نفس اللي احنا عملناه بس بدل ما احنا كنا بنتكلم على generators now let's go for البوتس. So open the create top 10 campaign member flow اللي احنا لسه عاملينه on the bots path add a collection filter element. تمام. فهاجي هنا على نفس الكلام واقول له ايه؟ collection filter. هسميه ايه؟ filter bots. طب ايه الكولكشن اللي انا هتعامل معاه؟ هو اللي هو الجيت اوبورتيونيتي. كنت هكوبي وبعدين لا عشان لو في حد ايه واقع مني لحد دلوقتي يشوفها تاني. opportunities from get opportunities. طيب ايه الفلتر دلوقتي؟ main product category. main product category equals ايه؟ البوتس بقى هيبقى غالبا بي تي، بس خلينا نتاكد بي تي. اوكي فبي تي كده عملنا الفلتر. بعديها اكيد ان انا هعمل نفس القصه، هرتب الاوبورتيونيتيز. طب عشان ارتب الاوبورتيونيتيز هعمل ايه؟ هعمل كولكشن سورت. كولكشن سورت هعمل ايه؟ كولكشن سورت للناس اللي جايه لي من الفلتر، هسميها ايه؟ توب 10 bots opportunity. here we go. الكولكشن فاريبل جاي من الفلتر بتاع البوتس، هسورت باي الاماونت وهقول له descending. فاهو توب 10 amount descending set الماكسيمم ل 10. here we go. عملنا نفس القصه. بعديها هنعمل ايه؟ amount descending set 10 on both path after the top 10 opportunity add transform element. فعاوزني add transform element transform bots from contact. فده اسم الانبوت. الترانسفورم is data source هيبقى filter bots بس coming from الكولكشن ده. فهاجي هنا ادور على bots وهدور على opportunities from filter bots exactly the same steps like last time. الاوتبوت so in هنا opportunity from target record campaign members نفس القصه. فهاجي هنا التارجت ريكورد collection campaign members وهقول له create. نفس القصه هنيجي نقول على الكونتاكت اي دي همابه على الكونتاكت اي دي وهاجي على الكامبين اي دي هقول له فورمولا وهقول له ريكورد اي دي تشيك سنتكس كله تمام. بعديها اخر حاجه ان انا هعمل الكرييت ريكورد create bots cm. فهاجي هنا على الكرييت ريكورد وهقول له create bots ونفس القصه ان انا هقول له it's multiple بس المره دي جايه لي من الترانسفورم بتاع البوتس. فهاجي على الترانسفورم campaign members from transform bots والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس see the flow and let's check. اي حد عنده اسئله يا شباب؟ اتعلمنا كده ان احنا ازاي بنبني كولكشن في الاول، ازاي بنرتبهم، ازاي بنفلترهم، ازاي بنinvent براند نيو كولكشن ريكورد وبعديها بنهت الداتابيس and we made this module together. حلو الكلام. خلصنا الموديول. لو تفتكروا ان احنا
في مره من المرات في السكرين فلو لانها it was very heavy موديول اتفقنا عليها ان احنا هنعملها homework، بس خلينا عشان نفرح مع بعض ان احنا خلصنا التريل مع بعض، فهرجع تاني للسكرين فلوز ده ونبيلد سكرين فلو مع بعض. طيب السكرين فلو اللي احنا نبنيه مع بعض كان هيطلع في الاخر حاجه زي كده، ان انا عاوز ابيلد سكرين فلو عشان اكرييت اوبورتيونيتي، هدخل لها الاوبورتيونيتي نيم وادخل لها الستيج، وهيبقى عندي استيميتد كلوز ديت، هياخد ديفولت فاليو من تاريخ النهارده يحط 90 يوم عليها، ويقال لها ويدخل الاماونت، وتقول له هو ده اكزيستنج كاستمر ولا مش اكزيستنج كاستمر، وتتفق النكست ستيب، وبعديها تحدد اكونت، فليتس سي بيرلينغتون مثلا، فبعد ما بحدد له اكونت هنا بقوم عامل ايه نكست، يقوم رايح جايب لي كل الكونتاكتس اللي جواه، ويبقى هو ده المين، وبعد ما ادوس نكست المفروض يخلق لي الاوبورتيونيتي ده. خلينا نبيلد السكرين فلو ده ان شاء الله مع بعض so we can wrap up التريل ده كله مع بعض. طيب يلا بينا بيلد سكرين فلو. احنا اتكلمنا بقى على بيلد سكرين فلو، ده هيبقى ريفريشر كده بس ان انا ازاي ببيلد سكرين فلو، بحط حاجات من الفيلدز، وازاي تشويس، وازاي اعمل تشيك ليست جروب والكلام ده، تشيك بوكس جروب والكلام ده. بيلد سكرين فلو قلنا ايه الهدف منه؟ ان انا ابيلد ا نيو اوبورتيونيتي، فكرييت سكرين فلو. تعالوا كده بقى نروح هنا فلو نيو فلو، خلينا كرييت توب، ده خلاص خلصناه، وهنبيلد براند نيو سكرين فلو. السكرين فلو عاوز اكريت فورمولا، اتفقنا ان الفورمولا دي بيحصل لها ايه؟ كالكوليشن في الران تايم، فهعمل هنا نيو ريسورس، الكلام ده عباره عن فورمولا اسمها today plus 90، وطبعا انها سنس انها today plus 90 فده معناه انها لازم هيرجع لي ديت، فالديت تايب بتاعتها ديت. ممكن اجي هنا اقول له انها today وابدا اعمل الفانكشن، يا اما انا اوريدي today plus 90، ف it's a very straightforward formula. كده بقى معايا variable في النهارده وكمان 3 شهور. add screen element وسميها opportunity fields، هبدا بقى اكابشر من اليوزر بتاعي التفاصيل بتاعت الاوبورتيونيتي. اول حاجه بدي ليبل واي بي اي للستريم، عملنا الكلام ده. الاوبورتيونيتي field element add a display text اسمه requirement، فهاجي هنا اقول له display text اسمه requirement. ايه الفاليو بتاعته؟ you must have spoken with a potential customer about product before creating an opportunity. اكيد اتكلمنا مع بعض ومبسوطين. arrange السكرين بالطريقه اللي انت عاوزها. بعديها add a date component، عاوزين بقى نيجي هنا واقول له date، ادوس على الديت، ادي الديت. هعمل ايه؟ estimated close date. طيب الديفولت بتاعه انه 90 يوم من النهارده، فهاجي هنا على الديفولت فاليو واقول له الفاريبل فورمولا اللي انا عامل today plus 90، بالتالي لما هاجي كيك اوف السكرين دي باي ديفولت هيخلي ده كمان 3 شهور من النهارده، فده تاني حاجه. بعديها add currency، عاوز اضيف الاماونت، فهسميها estimated amount، فهاجي هنا على currency واضيف currency، add الكرنسي estimated amount. is it required؟ ما قالش. طب الديسيمال places it should allow to 2. حلو الكلام، عملنا estimated amount. after the opportunity field elements add a create record. احنا كده خلصنا، ناقص ان انا اعمل ايه؟ create record. انا I captured الكلام ده من السكرين بس I didn't create it yet، اسمه create opportunity. اتفقنا لما باجي كرييت يا اما from a record variable، ده معناه ان انا لازم يبقى عندي assignment وابدا احط الكلام ده في opportunity record variable، يا اما لو انا ما عنديش variable هقول له manual. طب انا بكرييت ايه؟ احنا كل ده بنتكلم على الاوبورتيونيتي. هتلاقي باي ديفولت هو جاب لي 3، ليه؟ لان دول required fields، فهو باي ديفولت متوقع مني ان انا اديله الفاليوز بتاعت required fields otherwise I will not be able to create the opportunity. طيب انا عندي منهم ايه دلوقتي؟ قال لي حط على الاماونت الاستيميتد اماونت اللي انا خدتها من السكرين، فهاجي هنا في الاماونت ما عنديش اماونت فانا هضيفه، هو not one of the required field، فهاجي من السكرين واقول له الاستيميتد اماونت. ايه كمان؟ الكلوز ديت استيميتد كلوز ديت، فين الكلوز ديت؟ اهو
جبته من السكرين estimated close date وقال لي سيف على كده. هسيب على كده اسمه ايه؟ نيو بوت opportunity، وبقيه الفيلدز هنبنيها واحده واحده مع اليونتس اللي جايه. So far so good. حد عنده اي اسئله؟ بنينا سكرين بسيطه، والسكرين البسيطه دي جمعنا منها شويه انفورميشن، وفي الاخر ان انا عملت لها ماب ل create opportunity record. Let's check التشالنج وان شاء الله يكون كله تمام. في اليونت اللي بعديها اوكي in this estimated close date component we can't find the required component. اوكي في الاستيميتد كلوز ديت، فهاجي هنا على الاستيميتد كلوز ديت، من الواضح انه قال لي خليها required وانا ما خدتش بالي، فخلينا كده نتشيك التشالنج اجين بعد ما خليناها required. اليونت اللي بعديها هنبدا بقى نجمع، لان هو زي ما انتم شفتوا ان هو مستني مني النيم is a required field، الستيج is a required field and so on، فهبدا احط شويه الكومبوننتس اللي we are missing على السكرين عشان نبدا نخلص البروجكت. تمام. طيب ايه اللي بعده؟ زي ما اتفقنا هنروح بقى دلوقتي، انا عاوز ادي شويه اوبشنز وحركات، فعاوز ادي له بيك ليست، وعاوز ادي له تشيك بوكس جروب وكلام من ده. طيب add a pick list and check box group to the new bar. feel free to order components زي ما انت عاوز. طيب تعالوا نفتكر البيك ليست كنا بنكونفيجر ازاي. فهاجي اعرف هنا، احط بيك ليست، ادي البيك ليست، الليبل بتاعه كده، ادي الليبل اي بي اي وهو تكست يس، وبعديها اتفقنا ما قالش انه required so far. حلو الكلام. بعديها ان التشويس اتفقنا اي بيك ليست بيحتاج لازم يتحط له ايه؟ تشويسز. ايه التشويسز؟ اتفقنا ان احنا عندنا 4 انواع من التشويسز. از ريفرشر تشويس ان انا بدخل واحد واحد بايدي، كولكشن تشويس ست ان انا يبقى عندي كولكشن جبته من جيت ريكوردز، جبته من وات ايفر، المهم ان انا ايفن ترانسفورم بقى عندي كولكشن بحطه. يا اما ريكورد تشويس ست بيديني ايه الاوبجكت اللي انا عاوز اجيب منه، وبيقول لي ايه الفلتر كرايتيريا اللي انت عاوز تحطها، وببيلد كاني بعمل جيت ريكوردز. يا اما اخر حاجه بيك ليست تشويس ست، وده بينهرت الميتا داتا. يعني ايه بينهرت الميتا داتا؟ يعني بيروح للاوبجكت، يروح للبيك ليست، يشوف الافيلبل فاليوز ويحطها عندي هنا في السكرين. فانا اللي مطلوب مني ان انا احط بيك ليست تشويس ست. طيب البيك ليست تشويس ست ده هسميها تشويس تايب، وده هيجيبها من الاوبورتيونيتي من الفيلد اللي اسمه تايب. فاهو هجيبها من الاوبورتيونيتي، والداتا تايب بتاعتها بيك ليست، والفيلد اسمه تايب. تمام. فده معناه ان هو هيروح على الاوبورتيونيتي اوبجكت على الفيلد اللي اسمه تايب، يشوف الفاليوز ويحطها لي هنا. طيب عملنا الكلام ده وعاوز اسورت ديسند. تعالوا نشورت الكلام ده ديسند. فين السورت؟ هي المفروض required صح؟ نرجع مع بعض. فين شفتي فين required يا صفا؟ ما قالش. until this moment هو ما قالش ان ال opportunity type is a required، وما كانتش من ال required fields كمان. تمام. طيب السورت بقى فين؟ هيبقى مش على الكومبوننت بتاع البيك ليست، ده هيبقى غالبا في التشويس اللي احنا عملنا له كرييشن مع بعض. فغالبا لو جيت هنا اهو descending، فده في حته الايديت بيك ليست تشويس سيت، ان انا عاوز ارتب التشويس descend. فكده احنا وي ديد ات از ويل. عاوزني اد تشيك بوكس جروب، هاجي هنا اهو هقول له تشيك بوكس جروب. هير وي جو. الليبل بتاعها نيكست ستيبس. طيب المره دي بقى مش عاوزني اروح اجيبها من حته، المره دي عاوز اعرفها واحد واحد. confirm product، الداتا تايب بتاعها تكست يس، وهاجي هنا اهو هنيجي هنا على التشويسز. ايه التشويسز اللي قالها لي؟ اول حاجه confirm product. فكل اللي انا هعمله هحط ده as text كده، واقول له ايه create confirm product، واقول له add واحد كمان identify الكونتاكتس، بعديها follow up calls، add choice follow up calls، بعديها ان انا هسايت فيزيت، واخر حاجه research.
فكده زي ما انتم شايفين كل ما باد واحد هنا بيبان لي على الشمال. وادي الريسيرش. حلو الكلام. That's it. طيب يبقى انا دلوقتي حطيت بيك ليست وحطيت التشيك بوكس ده. كل اللي انا محتاجه ارجع هنا على الكرييت اوبورتيونيتي. قال لي بقى ماب الاوبورتيونيتي تايب. فسنس انها مش ريكوايرد في الاوبجكت فغالبا هو ما خلاهاش ريكوايرد هنا في السكرين. فهاجي على التايب وهجيبها منين؟ هجيبها من السكرين اللي اسمها نيو اور اكزيستنج كاستمر اهو. نيو اور اكزيستنج كاستمر. وايه كمان اللي بعديها النكست ستيبس. وهاجي هنا اعرف الايه هنا النكست ستيبس. فكده we mapped all the fields اللي احنا حطيناها جديده على السكرين. once we save let's check the challenge. فكده خدنا السكرين الاولانيه اللي كنا حاطين فيها بس الديت والاماونت. بعديها دخلنا حطينا عليها النكست ستيبس والاوبورتيونيتي تايب كمان. طيب in the new or existing we can't. يا انت كان عندك حق. انت شفتيها فين طيب؟ new or انا existing. حاولت اقول لك بس ما عرفتش. ليه؟ طب هي فين؟ انت شفتيها فين requirement؟ في الداتا تايب. والله اي ايوه ثالث بتاع. ايوه كتر خيرك يا صفا. حاولت توفر علينا. طب ما قلتليش ليه طيب؟ معلش. بي كونفيدنت المره الجايه قولي لي انا اللي هصلح اللي انا عملته غلط. كتر خيرك. تمام. شكل تشالنج. الدنيا كويسه and thank you very much for following الحاجات اللي انا كمان مش شايفها. انا حاولت اشوفها تاني بس ما شفتهاش. محتاج اسمع احسن من كده المره الجايه. thank you. tackle the next unit. طيب خلصنا شويه حاجات مع بعض وثانك يو يا صفوه. لو شفتني مس بحاجه تانية وقفيني المره الجايه وصممي على رايك. thank you for following. In the new bot opportunity flow create a record variable. طيب اتفقنا ان احنا المرات اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن السكرين فلو I can keep adding من هنا بس كمان عندي اوبشن ان انا اضيف من الفيلدز. اتفقنا ان ده بينهرت كل البروبرتيز بتاعه الفيلد ده من الريكورد. وبالتالي عشان اعمل الكلام ده يا اما اجي من هنا واقول له نيو ريسورس ريكورد فاريبل يا اما من بره بقول له نيو ريسورس ريكورد فاريبل. فسنس ان انا ما كنتش عارف هو كان قصده ايه فهفولو النورمال باث. هاجي هنا اهو على الفاريبل وهقول له اتس ريكورد فاريبل. هسميه opportunity var. here we go. وده عباره عن opportunity. حلو الكلام. is not available for input ولا اي حاجه. ده هو حاجه هنا local بس عشان اجي هنا على الاوبورتيونيتي واجي اقول له في الريكورد فاريبل انا عاوز استعمل الاوبورتيونيتي فاريبل. طيب عاوز اضيف ايه؟ عاوز اضيف النيم. فهاجي هنا في الفيلدز هاخد النيم كده زي ما هو واقوم حاطه هنا ايه في الاول. ادي النيم زي ما اتفقنا ان هنا if it's required I can't even change it to no. if I need to change the name saying it's an opportunity name I can't. ليه؟ لانه اتفقنا بينهرت الميتا داتا بتاعه الفيلد من غير ما يديني اوبشن ان انا اغيره. وده الفرق ما بين ان انا اعمل النيم بالمنظر ده ان انا ادراجه وفرق ان انا اجي اقول له هنا تكست واقول له ان ده ماي نيم. احط الليبل اللي انا عاوزه واخليه ريكوايرد او مش ريكوايرد. ده هيديني مور فلكسبيليتي واحط ديفولت فاليو واحط انه ديسيبل واعمل كل اللي انا نفسي فيه. بس لو رحت هنا عن النيم ده هتلاقي ان انا ما عنديش اي بروبرتيز. فده الفرق ما بين ان انا اجيبها من هنا واجيبها من هنا. طبعا ايه اللي يخليني اروح هناك؟ انه بيسهل لي بقى خلاص. هو انا هي ريكوايرد باي ديفولت وخد النيم باي ديفولت. ولو بيك ليست هيجيب لي البيك ليست لوحده ولو ببيلد نيو بيج فورم وعندي 80 فيلد عاوز احطه على السكرين هدراج ودروب اسهل من ان انا كونفيجر واحد. فاللي بعديه عاوزني اضيف كمان الستيج. فهو اتس ا بيك ليست. هو باي ديفولت هيروح على الستيج في الاوبورتيونيتي اوبجكت ويجيب لي البيك ليست من غير ما انا اعرف التشويس ولا كلام. طيب بعديها يبقى احنا كده افتكرنا ازاي بناد فيلدز على الديسبلاي بتاعتي على السكرين. بعديها عاوزين نتعلم ازاي اد لوك اب. عاوز اضيف انهي اكونت له علاقه بالاوبورتيونيتي دي. فهاجي هنا اهو
add a lookup component to the opportunity field screen. فهاجي هنا هرجع بقى للcomponents واقول له ان انا عاوز lookup. طيب اللوك اب بيحتاج مني انهي اوبجكت وانهي فيلد. فهاجي اهو add a lookup component هسميه screen account. الفيلد اي بي اي انا عاوز اجيب الاكونت اي دي وهسميه account وهيجيب لي الكلام ده من الاوبجكت اللي اسمه opportunity. فبقول له روح هات لي ال opportunity dot account ID هو ده اللي هيبقى الفيلد ده. required true المره دي required is true برضه. فهاجي هنا على required وهقول له global equals true لازم يبقى عندي account. حلو الكلام. استنى ده انا حطيت كده الاكونت اي دي. طب اتفقنا ان احنا هنبيلد سكرين اقول له وريني الكونتاكتس اللي ليها علاقه بالاكونت ده. فبالتالي انا محتاج بعديها ايه؟ محتاج جيت ريكوردز. فمحتاج افتر ذا اوبورتيونيتي فيلد والكلام اللي احنا عملناه الكلام الحلو ده. وقبل ما كرييت الاوبورتيونيتي طبعا محتاج اروح اجيب الكونتاكتس. فهاجي هنا اقول له جيت ريكوردز. طب الجيت ريكوردز دي انا عاوز اجيب كل الكونتاكتس. هنجيب جيت كونتاكتس اهو. هجيبهم منين؟ هجيبهم من الكونتاكتس اوبجكتس. هجيب ايه من الكونتاكت اوبجكتس؟ هجيب اللي هو الاكونت اي دي بيساوي الاوبورتيونيتي فيلد اكونت السكرين والاكونت والريكورد اي دي وعاوز كل الريكوردز. فهاجي هنا اهو اقول له هات لي الاكونت اي دي بتاعك بيساوي الناس اللي في السكرين في اللي هو الاكونت والريكورد اي دي. طيب هل هو ريكورد واحد ولا مالتيبل؟ لا انا عاوز كولكشن. ليه؟ لان الكولكشن ده انا هحتاجه في ان انا احطه جوه سكرين. بس زي ما انتم شايفين انا المفروض اخد ده احطه فوق فهحطه واحطه قبل create opportunity. فكده I got the contact واوتوماتيكلي store all the fields. كده معايا كل الفيلدز. بعد كده انا محتاج اعمل ايه؟ add another screen عشان احط فيها الداتا تيبل اللي احنا متفقين عليه. after the get contact create opportunity element add a screen element هسميها ايه؟ settle contact. فهاجي هنا اقول له create new screen. النيو سكرين هسميها ايه؟ settle contact. حلو الكلام. بعديها add a data table. ادي الداتا تيبل. ادي الداتا تيبل هسميه ايه؟ مين كونتاكت. اتفقنا ان اي داتا تيبل في الحياه بعد ما بنحط له الاي بي اي بيحتاج كولكشن. ايه الداتا اللي هيوريها؟ الروز والكولومز. فعملنا اهو الكولكشن اسمه مين كونتاكت. سوري المين كونتاكت هو الليبل والاي بي اي مين كونتاكت. ادي المين كونتاكت والليبل بتاعه مين كونتاكت. Here we go. configure rows. انا عاوز اختار only one contact وبالتالي هو هيبقى single selection. بعديها عاوز اقول انا عاوز عاوز احط الكولكشن زي ما احنا اتفقنا. الكولكشن ده جاي منين؟ جاي من الكونتاكتس فروم جيت كونتاكتس اللي احنا لسه عاملين لها ريتريف بمعلوميه الاكونت اي دي اللي احنا حطيناه في اول سكرين. طيب بعديها عاوز اعمل ايه؟ خلاص اديته الكولكشن اهو. هيجي بيست على الكولكشن هيعرف ايه الكولومز اللي انا ممكن احطها. عاوزني احط ايه؟ نيم وديبارتمنت وتايب. فهاجي هنا نيم done add department done type done. فبقى عندي دلوقتي data table جاي من الكولكشن بتاع الجيت كونتاكتس بيقلاو single selection وبيوريني الثلاثه فيلدز اللي احنا حطيناهم هنا. بعد كده خلاص I captured دلوقتي الايه؟ النيم من الفيلدز اللي احنا ضفناها على السكرين، الستيج من الفيلد اللي احنا ضفناه على السكرين، الاكونت اي دي من اللوك اب اللي احنا ضفناه، والكونتاكت اي دي هيجي لي من الداتا تيبل. فتعالوا نماب بقى الحاجات دي كلها مع بعض. فهاجي هنا على النيم بقى عندي دلوقتي في الاوبورتيونيتي فيلدز بقى عندي النيم. لا لو تفتكروا في فرق ما بين ان انا فاكرين النيم اللي انا عملت له دراج من النورمال اليمنتس اللي هو لما انا جيت هنا وقلت ان انا كنت ممكن احط في الكومبوننت احط تكست وبدراجه. لما باجي امابه هقول له سكرين دوت اسم الفيلد. بس لما باجي على الفيلدز وعرفتها عن طريق variable انا لازم اروح اماب الفاريبل.
فهاجي هنا اهو على ده الريكورد كان اسمه ايه بقى الفار اللي انا عرفته opportunity var. فهاجي هنا على الاوبورتيونيتي var دوت name. كله متابع؟ ثانك يو صفا فور تشيك. حد كله متابع؟ فبيزد على الفاريبل اللي انا بحطه لما بحط الفاليو بعمل لها مابينج هنا. نفس القصه الاوبورتيونيتي var بقوم عامل لي الستيج. تمام. فعرفت هنا اهو الاوبورتيونيتي var بعديها الاكونت اي دي ده جاي بقى على طول من السكرين. فهاجي هنا اهو على الاكونت اي دي هاجي على السكرين اللي اسمها اوبورتيونيتي فيلد والمفروض ان انا عندي اكونت وان انا عاوز احط الاي دي. ايه كمان عاوز اعمل الكونتاكت ده جاي لي منين من سيت كونتاكت سكرين وهاجي انا عندي داتا تيبل هيبقى المين كونتاكت فيرست سيلكتد واللي هو الاي دي المفروض على طول ان انا الاقي هنا الكونتاكت اي دي. فان انا دخلت على السيت كونتاكت على الداتا تيبل على السيلكتد وعملت لها ماب. فالمفروض ان ثيوري ان انا كده زي الفل ان شاء الله. طيب ما تيجي نديباج كده برضو نتفرج خليه هو يتشيك واحنا ان باراليل نديباج نتفرج احنا وصلنا فين. ران. هتلاقي اول حاجه عملناها ان الاستيميتد كلوز ديت 90 يوم من النهارده 28 نوفمبر. اوبورتيونيتي نيم هيخليه لي اهو ماي اوبورتيونيتي. الستيج باي ديفولت هو راح على الستيج بتاعت الاوبورتيونيتي وجاب لي كل الستيجز. الاستيميتد اماونت ان انا بدخل بس نمبر وحط لي 2 ديسيمال بوينتس. نيو اور اكزيستنج كاستمر جاب لي برضو الفاليوز من التايب بتاع الاوبورتيونيتي. النكست ستيبس كلها available for me. الاكونت I can search for an account let's say it's Burlington وهقول له ايه next. اول ما هعمل next هيروح على الاكونت ده يروح يجيب كل الكونتاكتس ويوريهاني هنا في الداتا تيبل. فده what we built so far. تمام. طيب in the main contact component we can't find the setting to use the label as table title. فين الداتا تيبل create opportunity قبل الكلام ده لا بعد الكلام ده get opportunity fields elements or records add get contact before create screen element use label as table titled check. اوكي هنا use label هنا ان هياخد الاسم التايتل ده ويحطه هنا on the top وهقول له done وسيف. تمام. تعالوا بعد ما سيفنا هذا السمول تشيك بوكس use label as the title table. تمام. اخر حاجه اللي بعديها ان احنا ناقص لنا ان احنا نعمل شويه validations على الاكزيستنج وان انا احط display text. في حاجه لسه مش عاجباني. in the main contact component we can't required selection. main contact component it has to have a required selection. طيب هاجي هنا وعلى الداتا تيبل configure rows require user to make a selection done save. حلو الكلام. في كمان من الفيتشرز اللي موجوده هنا ان انت ممكن تقول له في الكونفيجر روز لو هو مالتيبل بس خليه تشيك. لو المالتيبل ممكن تقول له ان انا عاوزه يبقى مثلا المينيمم انه يختار 1 والماكسيمم انه يختار 3 فبيبقى عندك المينيمم والماكسيمم سيلكشن كمان لو مالتي بيك ليست. لو مالتي سيلكشن هي لما هغيرها المالتيبل ما بقاش بقى فيها الريكوايرد بقى فيها ان انا اقول له مينيمم سيلكشن 1 والماكسيمم 2. او ممكن كمان تكريت فاريبل بنمبر لو هو مثلا عندك 10 حاجات انت عاوزه فورس انه يختار 3 او يختار التوتال مقسوم على الاثنين حاجه فيري دايناميك. فيو كان كمان تعرف نيو ريسورس اوف تايب نمبر وتبدا تحط له الكلام ده كفاريبل فيبقى فيري دايناميك سيلكشن كمان. حلو الكلام. اخر واحده الا وهي قلنا عاوزين نعمل شويه فاليديشنز. فهاجي على نيو بوت
opportunity in the input validation for estimated close date. عاوزنا نيجي هنا وهاجي هنا على ال estimated close date اقول له انه ما ينفعش يبقى في الماضي، فهاجي هنا على ال validate input واقول له ايه الايرور مسج؟ you cannot backdate الاوبورتيونيتي، فهاجي ادي الايرور مسج بتاعتي you can't backdate. وفي الفورمولا ان انا اقول له ان الاستيميتد الفاليو اللي داخله لك لازم تبقى اكبر من او يساوي تاريخ النهارده. وطبعا الكلام ده ممكن تدخله من هنا بقى ان انت هتلاقي كل الريسورسز بتاعتك بكل الفانكشنز وكل الكلام الحلو بتاعك، لذلك هتلاقي التوداي اهو موجود. فان انا لو التاريخ ده في الماضي هيطلع لي error message. ايه كمان؟ add a display text component immediately below the next steps. فهاجي هنا اقول له اخر حاجه display text وهحطه هنا immediately after. الاي بي اي بتاعها next step warning. ايه المسج اللي انا عاوز اقول له؟ اقول له you didn't select. تمام. وممكن كمان اخليها بلون تاني عشان ياخد باله، خليها كده orange واقول له done. حلو. طب هبينها امتى؟ اول ما يبقى هنا النكست ستيبس دي بنل. فانا عاوز اجي على ده وهاجي هنا بقى على اقول له set component visibility واقول له under one condition، اقول له ان النكست ستيبس is null equals ايه؟ true. next steps is null equal true. done save، خليه validate، وبعديها برضو نتفرج بقى على الفاينل برودكت اللي احنا عملناه مع بعض. فالفاينل برودكت ان انا هاجي هنا اول ما هفتح المفروض يعمل لي حاجتين. واحد يطلع لي ده ديفولتد ل 90 days من النهارده، ومطلع لي you didn't select any next step لانها لسه null. ادخله الاوبورتيونيتي 1 هقول له my opportunity، هقول له ان الستيج prospecting عمل لي اهو الكلام ده estimated 90 يوم. الاستيميتد اماونت هحط نمبر، نيو اور اكزيستنج اقول له نيو كاستمر. اول ما هبدا احط فاليو المسج دي المفروض تختفي، حطيته اهو. الاكونت هختار اكونت، اول ما هقول له نيكست طلع لي اسم الكونتاكتس اللي تحتيه. اول ما هقول له نيكست المفروض ما يقول لي ما ينفعش لان احنا خليناها ريكوايرد سيلكشن. اول ما هقول له نيكست من المفترض انه يروح ويكريت اوبورتيونيتي زي ما انتم شايفين. فلو خدت الاي دي اللي هو عمله لي المفروض ان انا اروح كده وبحطه في اليو ار ال، المفروض الاقي اوبورتيونيتي got created related بالبرلينغتون وكل الكلام اللي احنا حطيناه related بجاك وكل الكلام الحلو ده. In the new bot opportunity we can't find an active version. Yes. آخر حاجة إن احنا نقول له احنا عملناه. تمام. ف I will be just activating it وهتشيك التشالنج وإن شاء الله نسليبريت big milestone إن احنا خلصنا full trail of flows together. حد عنده أي أسئلة؟ حياة حلوة؟ تمام. we did the screen flows كمان together مع بعض. تعالوا كده نبص بقى على التريل ونفرح مع بعض ان احنا we finished this. كنا شغالين موديولز واكيد خلصنا تريلز مع بعض. بس كده التريل ده completed وده يخلينا نسليبريت كمان. شفتوا احنا عملنا حاجات كتيره قوي حلوه مع بعض. ان انا لو رحت على البروفايل بتاع هتلاقينا ان احنا we are up in ranks وبقينا expeditioner مع بعض. عملنا 52 badges وعملنا 6 trails. I can't thank you enough بجد على وقتكم وعلى your persistence و consistency attending مع بعض وان احنا بنتعلم مع بعض. لو ما فيش حد عنده اي اسئله نشوفكم ان شاء الله المره الجايه. يلا سلام عليكم.